إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدت أسرة الكاراتيه اليوم اللاعب يوسف أحمد مصطفى لاعب الكاراتيه بمركز شباب فيصل بعد غيبوبة استمرت لمدة 41 يوم حتى توفاه الله. كان اللاعب قد أصيب في بطولة الجمهورية الأخيرة تحت 17 سنة التي أقيمت بالمركز الأولمبي بالإسكندرية بعد إصابته بضربة في أسفل القفص الصدري بمنطقة القلب بالجانب الأيسر أدت إلى توقف عضلة القلب وفقدان الوعي وسقوطه على الأرض. ونظرا لعدم وجود دكاترة متخصصين في البطولة وعدم وجود سيارة إسعاف مجهزة لمثل حالة يوسف أدى إلى عدم وصول الدم والأكسجين إلى مخ اللاعب لمدة طويلة تسبب في حدوث تلف في خلايا المخ ودخول اللاعب في غيبوبة تامة منذ الإصابة وحتى وفاته.